هاي عمر، ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ كبرت. بقى عندك كام سنة؟ بقى عندي دلوقتي داخل في 15. يعني عقبال يا رب ال100. ربنا يخليك. قول لي، أول ما المسلسل اتعرض عليك عجبك الدور؟ عجبني جدا لان هو دور مختلف ومسلسل نفسه فكرته مختلفه. ان هو فيه دراما وجريمه وكوميدي، ففكره جديده. اوكي، انت طالع بتضحك بقى ولا طالع عامل مشاكل في المسلسل؟ انا طالع اتنين. طالع بمنظرين بعمل مصايب وبضحك. اوكي اوكي، قول لي امتى برستيجك بينهار يا عمر؟ برستيج مين اللي بتاع الجامعة؟ لا، انا هقول ان انا ما عنديش برستيج. انا ما عنديش برستيج خالص؟ يعني انت مقضيها كده على الله على طول؟ طب قولي، لو النور قطع عليك فجأة أول حاجة بتعملها إيه؟ لو نايم مش بحس، أكيد. لكن لو صاحي ببتدي ان انا اهدى شويه وانور الفلاش. لو مفيش فلاش بقعد اجري. قولي أصعب مشهد في المسلسل كله كان عدى عليك كان إيه؟ والله مفيش حاجه، يعني ما حسيتش بصعوبه قوي، عشان يعني كلنا كنا بنلبسط ما كناش حاسين ان احنا في شغل قوي قد ما احنا كنا زي عيله كده. قولي ثلاث أماكن بتحس فيها إن عندك برستيج لما بتروحهم. لما بلعب كوره بيكون عندي برستيج وممكن بس يعني ما عنديش برستيج خالص يعني غير في الكوره. غير في الكورة بس. طب قول كلمة لكل الناس اللي هتشوف برستيج تستنى منك إيه في المسلسل؟ تستنى حاجات كتير، مش مني انا بس، من كل الناس كلها. الكرو كله مقدم يعني شغل جامد جدا، وهيعجب كل الناس ان شاء الله. عمر، أنا بشكرك جدا. انا اكتر. ربنا يخليك.